السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم كده اكله جميله سريعه سهله، وهي كفتة الفراخ، بالبطاطس في الفرن. بصوا تحفة جدا وطعمها حلو قوي. جبت صدر فرخة وبعدين فرمته في الكبة مع بصل ومع فريك ذرة بس، وطبعا ملح والتوابل بتاعتي، بابريكا وفلفل اسود وبس. تمام يا جماعه. كورتها زي ما انتوا شايفينها كده، زي كفتة داوود باشا كده، مدوره كده، كور. وبعدين شوحتها في زيت كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هديلها بس وش كده بسيط. طلعتها بقى على ورق مناديل كده عشان تصفي الزيت اللي فيها. وبعدين يا حبايبي هكون طبعا مجهزة بطاطس، اقشرها واقطعها تقطيع عشوائي كده عادي. شايفين يا جماعة شكلها تحفة. انا بصوا لو انتوا كلتوها كده تبقى تحفة. لو عندك بانيه ومش عايزة تعملي بانيه ومحتارة تعملي ايه، اعملي الوصفة دي، جميلة جدا وطبعا مشبعة واكلة متكاملة، وطبعا بيبقى طعمها حلو جدا جدا. معايا هنا هو 3 أو 4 بطاطسات كده كبار، فتحتهم بالطريقة دي وغسلتهم كويس طبعا، وحطيت عليهم ملح وسبتهم. طبعا الشعرية دي انا كنت بعمل جنبهم رز بشعرية، فكنت بقى صورتكم ان انا بحط الشعرية يعني، فكنت هكمل الرز بس يعني ملحقتش. فانا هعمل جنبها رز بالشعرية او رز مدسوس عادي، يعني اي رز عندك، او رز ابيض مش هتقولك لا. جبت بقى طاجن كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيه البطاطس. عايزين تعملوا معاها بسلة تمام، عايزين تعملوا معاها كوسة تمام، اي حاجة موجودة عندكم. بتبقى جميلة قوي وأكلة مشبعة ويعني جميلة، طعمها حلو. عندي هنا يا جماعة طماطم قطعتها حتت صغيرة كده، مع حتة من شوية من الكاتشب الصلصة، وملح وكمون وفلفل وكاري وتوم بودر وبصل بودر. وطبعا قطعت بصل برضو تقطيع عشوائي كده. كل الخلطة دي هعملها مع بعض زي ما انتم شايفين كده، هدخلها في بعض كده. طبعا ما ينفعش بمعلقه، عايزين بايدنا كده، فانا هكمل بقى بايدي. وطبعا اهوت برضو ده البصل يا جماعه، قطعته تقطيع عشوائي كده. حطيت عليه شويه فلفل وملح، فلفل اسود. طبعا الخلطه دي كلها هقلبها في بعضها كده علشان تاخد طعم واحد. لو انت عايزه تعمليها بصلصه بس كده وطماطم كتير ممكن تعمليها عادي، بس يعني مش مكنتش حاباها تبقى صلصه جامده، يعني مش عايزاها متسبكه جامد يعني، فانا عايزاها بس كده. حطيت بقى الكفته بتاعتي، هي طبعا يعني تعتبر طيبه، بس انا كده يعني هديها بقى تسويه في الفرن كده مع البطاطس وخلاص، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هيكون عندي شويه صلصه صغيرين يعني، طبعا هحطها عليها. وده معلقه كبيره صغيره ومليانه توم. طبعا بتفرق طبعا مع الفراخ، الثوم بيفرق مع اي حاجه فراخ زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وطبعا كنت مجهزه شويه طماطم، طبعا ني كده. نزلت بقى، انا مكترتش اصلا يعني، كميه بسيطه كده عشان انا مش عايزه الايه، مش عايزه صلصه كتير. هقلبه بقى في بعضه كده، هو يا دوبك هحط عليه الورق الفويل هيطيب بسرعه، مش هياخد وقت اصلا. وطبعا زيت طبعا ده طبيعي، شويه من الزيت كده، يعني قيمه معلقه كبيره كده من الزيت.
بصوا شكله حلو قوي بجد، التصوير مصمم جدا. هغطيه بقى بالورق الفويل وعلى الفرن على طول. هيقعد مثلا ربع ساعة كده واطفى عليه واديله واشيل هنشيل بقى الورق الفويل ونحطه تاني بقى في الفرن تاني، ياخد بس وش تحت الشوايه. اهو يا جماعه انا لسه اهو دخلته اهو في الفرن. خلاص هسويه زي ما قلت لكم ربع ساعه. طلع اهو يا جماعه. انا شلت كده كده الورق الفويل من عليه عشان اديله وش بس بسيط كده من تحت الشوايه وخلاص. هتغرفي بقى كده وما شاء الله هتاكلي بألف هنا مع شويه الرز الشعريه. والف هنا. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.